بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. أيها الجمع الكريم في هذا المؤتمر المبارك من أرض الشام، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نحيي معا الذكرى الأليمة 200 لهدم دولة الخلافة، صرح الإسلام العظيم، رمز عزة المسلمين ورمز قوتهم ووحدتهم. ولسنا ها هنا نحيي ذكراها لنبكي على أطلالها ونبكيكم، إنما لشحذ هممنا جميعا لإعادتها إلى الوجود من جديد، ومبايعة خليفة يرعى شؤون المسلمين وغيرهم بعدل الإسلام ورحمته، خليفة يعيد لنا عزتنا وكرامتنا، خليفة يؤدب الأقزام اللئام الذين يتطاولون على أرضنا وعرضنا وينهبون ثرواتنا ويتجرؤون على ديننا ونبينا وكتابنا ومقدساتنا، خليفة يعيد لنا تكبيرات الفتح والجهاد التي تاقت لها نفوس العباد. لقد هدم الكافر المستعمر دولتنا ومزقها إلى أكثر من 50 مزقة، وجعل لكل مزقة علما ونشيدا خاصا لترسيخ فرقتنا، بعد أن رسخ حدود مصطنعة تفرق بين بلاد المسلمين وتحول دون وحدتهم، بعد أن كانت حربهم واحدة وأرضهم واحدة ودولتهم واحدة. وكلنا رأينا كارثة الزلزال التي أصابت أهلنا في تركيا وشمال سوريا، ورغم أن الزلزال أكد تجذر الإيمان في نفوس المسلمين وصدق هبتهم في مد يد العون والمساعدة لإخوانهم، إلا أنه أكد أيضا حاجة المسلمين جميعا لدولة رعاية ترعى شؤونهم دون تمييز بين الرعية ودون تآمر عليهم، كما ظهر من محاولات خبيثة وحملات عنصرية وقومية شرسة لإثارة هذه النعرة القومية التي يبغضها الله ورسوله. فالمسلمون كالجسد الواحد، لا فرق بين عربي وأعجمي ولا بين تركي وسوري. كما أكد الزلزال حقيقة الأنظمة والحكام واستغلال بعضهم للزلزال لإعادة العلاقات مع الطاغية أسد. لقد آن الأوان لتغيير الأنظمة الوضعية التي تسلطت على رقابنا، لأنها سبب كل آلامنا ومآسينا، فهي التي تحكمنا بأنظمة الغرب لا بنظام الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول أيضا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهل هناك معروف أعظم من الحكم بالإسلام ومنكر أعظم من الحكم بغير ما أنزل الله؟ فنحن أمة عظيمة، أمة واحدة لا تفرقها حدود ولا سدود، وهذا كله يوجب علينا العمل بأقصى طاقة وأقصى سرعة لإقامة دولة الخلافة، عزنا المفقود ومجدنا الذي آن له أن يعود. ولا زال أهل الشام وإخوانهم في بلاد الإسلام على عهدهم في السعي لتحقيق وعد الله وبشرى رسوله صلى الله عليه وسلم، فأبشروا واستبشروا. وفي الختام أسأل الله لكم التوفيق والنجاح في مؤتمركم هذا، على أمل لقاء قريب في صفقة يد نعطيها معا لإمام المسلمين وخليفتهم، وما ذلك على الله بعزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.